حدثينا يا نفيسة سليمان، كيف نبلغ رضا الله بما يضمن لنا النجاة في الآخرة؟ هي 3 أصول عليكم العمل بها. أولها الإخلاص. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين. ونحو ذلك في القرآن كثير. أما الأصل الثاني فهو الصدق. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ونحو ذلك في القرآن الكريم كثير. أما الأصل الثالث فهو الصبر. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ويقول في كتابه الكريم أيضا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فليسأل كل واحد منا نفسه ماذا عنده من هذه الأصول الثلاث حتى يعرف مكانه عند ربه. لا يسهل أن تجتمع هذه الأصول في إنسان واحد، ولكن نأخذ منها ما نقدر عليه. ليس الأمر كما تقولين يا أختاه، فهذه الأصول الثلاث متى فقد أحدها تعطلت الأخرى. فالإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه، والصدق لا يتم إلا بالصبر عليه، والصبر لا يتم إلا بالإخلاص والصدق فيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قومي للإفطار يا نفيسة العالم. يكفيني جرعة ماء حتى لا نقطع حديثنا. بل تتناولين الطعام وترتاحين، ثم نعاود اللقاء في الغد إن شاء الله. إن شاء الله. ما كل هذا يا عائشة؟ المال الذي جاءت به زوجة الوالي لقد قبلتيه. نعم، ما كان لي أن أردها وأمنع الخير عنها وعن المحتاجين المعاونة. أكملت 20 كيسا، الكيس الواحد به 20 درهما. أسأل الله أن يتقبلها. سوف أذهب بها إلى الفقراء والمساكين. لا تقولي الفقراء والمساكين يا عائشة، قولي سأذهب بها لأصحابها، فالمعاونة حق لهم. أعد إفطارك ثم أذهب إليه. بل تنتظرين حتى ينتصف الليل ويستغرق الناس في النوم، ثم تذهبين وتضعين الأكياس أمام أبواب الدور فيجدوها أصحابها في الصباح. الرأي لك يا عمتي. عائشة، حذاري أن يعلم أو يراك أحد وأنت تفرقين المال. يا عمتي، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن تبدوا الصدقات فنعم هي. أكمل الآية يا عائشة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لا شيء يعدل الصدقة في السر يا عائشة. صدقت يا عمتي، سأذهب الآن لآتيك بشيء تفطرين عليه. عائشة، من أين لك ما تشترين به؟ هي 3 دراهم أخذتها من المال الذي جاءك. هي ليست أموالنا حتى ننفق منها. المال كله جاءك هدية، وقبلته على أن أفرقه في سبيل الله. كيف أخذ حق الفقراء يا عائشة؟ ما عندنا شيء تفطرين عليه. ائتني بكسرة خبز وشيء من الملح. لا تشقي على نفسك يا عمتي. لا أشك على نفسي. ألا تعرفين أن الخبز بالملح شهوة؟ تملكين كل هذا المال وتفطرين على أقل القليل. كان سليمان النبي عليه السلام يملك خزائن الأرض، وقد وهب الله له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك كان يأكل خبز الشعير بالملح ويقول: أخاف أن أشبع فأنسى جوع الفقير. هيا يا عائشة، اذهبي يا عائشة. الأمر لك يا عمتي. يا نفيسة، يا نفيسة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أليس هذا في كتاب الله تعالى؟ هو في كتاب الله يا إسحاق، وفي كتابه أيضا:
بسم الله الرحمن الرحيم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. ويقول في كتابه أيضا عن أصحاب الشمال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. صدق الله العظيم. ما كان أبي جعفر الصادق يفعل ما تفعلين، ولم يكن يرى بأسا في الحلال. جعفر الصادق رحمه الله كان له من الحسنات ما ليس لي، وعندي من السيئات ما ليس عنده. فرقوا الأكياس يا عائشة. ما رأيك يا عمتي لو فرقت الليلة 10 أكياس وأبقيت 10 عندنا لأصحاب الحقوق الذين يترددون علينا؟ هذا رأي لا بأس به، ولكنه يخالف قول أبيك رحمه الله: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره. إنما أفكر في أولئك الذين يأتون إليك فلا تجدين ما تعطينهم. سوف أجده إن شاء الله. الله أرحم من أن يحرمني إعانة محتاج يلجأ إلي وأرده خائبا. تفضل يا شافعي. ما منعك عن مجالسي يا ابن عبد الحكم؟ أصابني القلق فرأيت أن أطمئن عليك. شكرا على كل حال. لعل انقطاعك عني لعذر عندك وليس لخطأ من ناحيتي. دعني أصارحك يا شافعي، أنا شيخ المالكية في مصر وأكثر الناس اقتناعا بمالك، وهو عندي فوق كل شيء. ومن يختلف معك في ذلك؟ مالك هو النجم الثاقب، ومن طلب الحديث الصحيح فعليه بمالك. وما على وجه الأرض كتاب أنفع المسلمين من موطأ مالك. لما إذا تحارب مذهبه وتجرده من أصحابه واحدا بعد الآخر؟ كأنك تأخذ بما يقوله فتيان عني. أنا لا آخذ بما يقوله فتيان، ولكني أحكم بما لمسته في أقرب الناس إلي. تقصد ولدك محمدا؟ أنا الذي دفعته وشجعته ليدرس عندك، لكني ما تصورت أبدا أن تأخذه من مذهبه إلى مذهبك. ما دعوت أحدا إلى الاقتناع برأيي واتباع مذهبي، ولكني أحدث الناس بما أعلم فيقتنعون به أو لا يقتنعون. فعلتها مع البويطي وغيره من تلاميذ الليث بن سعد حتى أضاعوا فقهه وصاروا كلهم إليك. ما تركوا فقه الليث، وإنما وجدوه فيما أقول فأخذوا برأيي الذي لا يختلف عن رأيه. كلانا يعتنق الوسطية بين أصحاب الحديث وأهل الرأي. فليكن الأمر كما تقول، ولكني لن أسمح أن يذوب مذهب مالك في مذهبك، ولا أن يتحول أصحاب مالك إليك. ما الذي تريدون أن أفعله؟ أنقطع عن الدرس؟ أنصرف عن العلم؟ وأغلق على نفسي باب الدار؟ لا أحد يطلب ذلك، ونحن بحاجة إلى علمك، ولكني أطالبك بألا تصرف الناس عن مذهب مالك كما فعلت مع ولدي. ولدك سمع مني يا عبد الله وارتاح لما سمع. اختارك على مذهب أبيه، هذا هو العقوق الذي يدخل بين الكبائر. عقوق؟ ما عدت أعتبره ولدي، قطعت صلتي به على كل حال. ما كنت أعرف أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد من الخصومة بينكما. وماذا وقد عرفت؟ خير له أن يقاطعني أنا. سأخبر محمدا أن لا مكان له عندي في الدرس. لعلك تنصحه بالعودة إلى الملكية وليستمع لك بعد ذلك كما يريد. لا أستطيع أن أفرض عليه ذلك، كل ما بيدي أن أمنعه من حضور درسي. لا بأس بذلك، لو غاب تأثيرك عليه عاد إلى مذهب أبيه، وهذا كل ما أطلبه منه. ماذا فعلت يا راشد في بيت الحكمة؟ منذ توليت أمرها ترجمت 20 كتابا من كتب فلاسفة الإغريق، والنساخ يعملون لنسخها ونشرها بين الناس. أريد بغداد عاصمة العلوم، كل العلوم، الطب، الفلك، الهندسة، الرياضيات. أصحاب الأثر والحديث يا مولاي يرون العلوم مقصورة فقط على الكتاب والسنة. لا لا لا، ليس الأمر كما تقول.
إنهم يعترضون فقط على بضع مسائل في العقيدة، وأولها رأيكم في مسألة خلق القرآن. ما هو برأينا، ولكنه رأي أمير المؤمنين الذي أعلنه للناس. هو بالفعل ما أؤمن به، القرآن مخلوق. عفوا يا أمير المؤمنين، الإيمان قول وفعل، ولا أظنك تكتفي بالقول دون الفعل. وماذا بوسعي أن أفعل يا راشد؟ ترغم الناس على الأخذ بما تقول. أمير المؤمنين أول من دعا إلى حرية الرأي والفكر، فكيف تريدونه أن يجبر الناس على رأي بذاته؟ كل نفس بما كسبت رهينة، والكل حسابهم عند الله. أمير المؤمنين محاسب على جميع الناس، فكيف يسكت على من يرفض القول بخلق القرآن؟ لقد مكن الله له في الأرض ليقيم دينه، وأعطاه ميراث النبوة ليحافظ على كتاب الله، فكيف يعصي الله لإرضاء أصحاب الحديث والأثر؟ ومن هم أصحاب الأثر والحديث الذين يرفضون الاقتناع بما نقوله عن خلق القرآن؟ كثيرون يا مولاي، كثيرون. ابن حنبل والقواريري وابن شجاع وأبو حسان وبشر المريسي الذي هرب من بغداد إلى مصر. لو أن أمير المؤمنين أمرهم باعتناق الرأي الذي يراه ما ترددوا في الأخذ به. هذه مسألة تتعلق بحرية الرأي، وأرى ألا يفرض أمير المؤمنين هذا الأمر على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أليس القول بخلق القرآن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر؟ هو كذلك. ما يمنعك أن تفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ اكتب يا فضل إلى الولاة يجيئون بالعلماء، فإن أقروا بأن القرآن مخلوق تركوهم، وإن أنكروا أرسلوهم إليه. ما لنا يا أمير المؤمنين نختبر النوايا ونفتش عما في الصدور ونكشف الأسرار ونهتك الأستار. أمير المؤمنين لا يهتك الأستار، ولكنه يتعرف على ما خفي من الأباطيل، وليس القاضي الذي يمتحن الناس ليتبين الحق كاشفا للستر أو كاشفا للعورات. الشرائع السماوية واحدة لا تنافر بينها، فجوهرها التوحيد وغايتها مكارم الأخلاق. وفي هذا يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. صدق الله العظيم. ما دامت الشرائع واحدة في مضمونها وغايتها، فلما تعددت الشرائع ولم تكن شريعة واحدة؟ يا ابن البسطي، تتباين الظروف باختلاف العصور وتطور المجتمعات، ولهذا تتابعت الشرائع السماوية لترفع أحكاما وتضيف أحكاما غيرها، حتى جاء الإسلام ليلائم كل مكان وزمان، وجاء القرآن هداية وإرشادا للناس أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن يا ابن حنبل يتعرض لعاصفة جديدة. سمعت أن الخليفة المأمون طلب من الولاة اختبار العلماء في مسألة خلق القرآن. اختبار العلماء؟ كيف ذلك؟ يريدهم الإقرار بأن القرآن مخلوق. استغفر الله العظيم. متى تتوقف هذه البدعة؟ متى نكف عنها؟ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مقصود هذه الآية الكريمة لا ينطبق على مسألة خلق القرآن، إنما ينطبق عليها قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
صدق الله العظيم. المأمون مصمم على ما يراه، وأصحاب الكلام يريدونه أن يفرض رأيه على الناس. أشعر أن المعركة قادمة، وأن أصحاب الحديث وهم جند الله سوف يخوضون هذه المعركة دفاعا عن كتاب الله رب العالمين. وماذا بوسعنا أن نفعل يا إمام؟ لا أحب الاتصال بالحكام، ولكنني سأكتب للمأمون أناشده أن يمنع الناس من الحديث في مسألة خلق القرآن، لعل الله يشرح صدره ويستجيب لما أقول. أردت أن ألقاكم لنعاود الحديث في مسألة خلق القرآن. لقد انتهى أمرها ووفق الله أمير المؤمنين بشأن هذا الأمر. لا بأس بمراجعة هذا الرأي للوصول إلى الصواب. وما دفعني إلى المراجعة رسالة جاءتني من أحمد بن حنبل في هذا الشأن. أحمد بن حنبل هذا من أشد المخالفين لأمير المؤمنين في مسألة خلق القرآن، وهو يجهر بمعارضته هذه في المجالس والمساجد. لا بأس بالاستماع إلى وجهة نظره. قالها أصحاب الحديث أكثر من مرة في حضرتكم، ورأيتم فيها ضلال الرأي وفساد التفكير. وما يضيرنا لو استمعنا إليها مرة أخرى. يا فضل، اقرأ رسالة ابن حنبل. أعز الله أمير المؤمنين وأيده بنصره، وأثابه على ما يقوم به من نشر العلوم والمعارف النافعة. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ابن حنبل يقول ما لا يفعل. ولكن بعض المعارف التي تناقش اليوم تضر ولا تنفع، لأنها تثير الشكوك. وفي المقدمة من ذلك القول بأن القرآن مخلوق، فالقرآن كلام الله، لا يصح أن نقول فيه أكثر من ذلك. ألا يعلم ابن حنبل أن أمير المؤمنين يوافقنا في أن القرآن مخلوق؟ كأنه يريد أن يعلم أمير المؤمنين ما يقال وما لا يقال. ما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا من صحابته تكلم في هذا الأمر، فهل نحن أكثر علما منهم؟ يا لخبث هذا الرجل، يريد أن يصور أمير المؤمنين أنه خارج على السنة وما كان عليه إجماع الصحابة. أناشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تنساق وراء من حولك الذين يبعدونك عن السنة ويزينون لك البدعة. يا لجرأته على ولي الأمر، ألا يعرف أمير المؤمنين كيف يميز بين الأخيار والأشرار ممن حوله؟ فلتمنع الحديث في هذه المسألة حتى لا تفتح أبوابا تهز مكانة القرآن الكريم في قلب المسلم، والله يوفقك ويرعاك. كأنه يطلب من أمير المؤمنين أن يرجع عن رأيه في مسألة خلق القرآن كي يتحدث الناس أن ابن حنبل صحح لأمير المؤمنين رأيه. لا يكون ذلك أبدا. القرآن مخلوق، وعلى كل مسلم أن يقر بذلك وعلانية، وإلا يكون عاصيا للخليفة ومستحقا لأشد العذاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين كنت يا محمد؟ أتطلبني في شيء يا أبي؟ أسألك أين كنت؟ كنت مع بعض الرفاق، خرجنا للصيد في الصحراء المجاورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصيد؟ إنما أقطع وقت. النهار للصيد والليل للسمر مع الأصدقاء، هكذا صار حالك. ما أفعل شيئا يغضب الله، ولا أفرط في عبادة الله. يغضب الله إهمالك العلم؟
وإقبالك على الله. لا أجد في نفسي رغبة في التعلم، يكفيني ما تعلمت. ما تعلمت شيئا، كنت على أول الطريق، ولكني أدركت أنه ليس الطريق المناسب لي فتحولت عنه. بل العلم طريقك. أما كنت شديد الحماس للشافعي، تسمع منه ولا تكاد تفارقه. الشافعي له منهجه الخاص وأسلوبه المقنع الذي يشد السامع إليه. كأنك لا ترى علما إلا عند الشافعي. يا أبي، أردتني أن أنقطع عن الشافعي فمنعني عن مجالسه وما عدت أراه، فما الذي أفعله خلاف ذلك؟ بوسعك أن تحضر مجالس أصحاب مالك، إنما أريدك شيخ المالكية من بعدي. ليس ذلك ما أطمع فيه. أنت تعاند يا محمد، إما أن تأخذ العلم من الشافعي أو لا تطلب علما. يعلم الله ما قصدت عنادا، وإنما أفعل ما أرتاح إليه. أتحسب أنني بهذا العناد أعيدك للشافعي؟ لن يكون هذا، لن يكون. لا أريد مجالس العلم كلها ولا أسعى لأي منها. دعني يا أبي، دعني أمارس حياتي كما أحب وأهوى. لقد حانت الفرصة للإيقاع بالشافعي. ما لك تهتم به كل هذا الاهتمام؟ الناس يلتفون حوله يوم بعد يوم، ولن أقدر على الاستقلال بمصر طالما بقي الشافعي فيها. وكيف دبرت للتخلص منه؟ لقد أرسل المأمون خطابا إلى الولاة يطالبهم فيه باختبار العلماء في مسألة خلق القرآن، ولا أعتقد أن الشافعي ينجح في هذا الاختبار. الشافعي على درجة كبيرة من الحيطة والذكاء، ولا يسهل الإيقاع به في أمر كهذا. لن ينفعه ذكاؤه هذه المرة. عليه أن يقول بأن القرآن مخلوق، وما أظنه يقولها. لقد قالها أكثر من مرة، إن القرآن كلام الله ليس مخلوق، وما أظنه يتراجع عن ذلك. ليت الأمر يسير كما نرجو. سوف يرفض الشافعي القول بخلق القرآن، وعندئذ أمهله فترة من الوقت، إما أن يخرج بمصر أو أرسله إلى الخليفة مكبلا بالأغلال. سوف يختار الخروج من مصر. عندئذ أعلن الاستقلال بمصر، وآمر خطباء المساجد بالدعاء لي بدلا من المأمون، ولن أعدم من العلماء من يناصرني. ومتى تطلب الشافعي لاختباره؟ لن أبدأ به حتى لا يظن أحد أني أتربص به، فيعطيه ذلك مكانة عند العامة. سوف أبدأ بغيره ثم يجيء دوره. وهل حددت من ستبدأ به؟ لقد فكرت في بشر المرسي. بشر؟ ما سمعت به. هو يرتبط بالشافعي بصلة النسب وصلة الفكر، ولقد فر من بغداد إلى مصر عندما أمر المأمون بإلقاء القبض عليه لرفضه القول بخلق القرآن. وعندما أعيده إلى الخليفة مكبلا بالأغلال سوف يحمد الخليفة ذلك، وسوف يتخوف الشافعي لأنه يعلم أن دوره قادم. لا تضع وقتك أيها الوالي، فلن أقول أكثر مما قلت. القرآن كلام الله وغير مخلوق. لكأنك تتحدى الخليفة وتخالفه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو تدري ماذا أنا فاعل بك؟ اقضي ما تقضي به، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حسنا حسنا. يا حراس، يا حراس، ضعوا الأغلال في يديه. أسرعوا
أرسله إلى الخليفة في بغداد لينظر في أمره. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. لا تجزعي يا هذيلة، هو ابتلاء من الله، وسينال أجر الصبر عليه بإذن الله. ما ظنك بالمأمون يفعل به؟ المأمون لا يفعل شيئا، ولكن الله يفعل ما يشاء. لقد تركنا بغداد فرارا من هذا الموقف، فإذا به يلحق بنا في مصر. يا هذيلة، يقول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. من يجيئون في هذا الوقت؟ أخاف أن يطلبوك يا شافعي. يفعل الله ما يشاء. ادخل إلى الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا ابن عبد الحكم. أرأيت ما حدث لبشر؟ أرسله الوالي إلى الخليفة. هي بداية، أخشى أن يكون هناك ما بعدها. تعرف أن مالكا كان يرفض هذه المقولة أن القرآن مخلوق. أعرف ذلك يا شافعي، ولن تجد من أصحاب الحديث من يقول خلاف ذلك. الحمد لله. كيف حال ولدك؟ ما رأيته منذ أسابيع. وكذلك أنا لا أكاد أراه. ترك حلقتي وحلقة المالكية، لعله اختار مكانه بين أصحاب أبي حنيفة. ليته فعل، اختار مكانه في رحلات الصيد وسهرات اللهو والطرب. ليس هذا من طبائع محمد، ما عرفته إلا حريصا على الدرس والعلم. لهذا جئت أشاورك في أمره، وأعرف أنك تحبه كما أحبه، ولا ترضى له الطريق الذي اختاره لنفسه. لقد أردته على المذهب المالكي وهو لا يريد ذلك. ولا تظهرن العلم من لا يريده، فلا أنت محمود ولا العلم نافع. ماذا ترى يا شافعي؟ دعني أصارحك يا ابن عبد الحكم. كان عليك أن تترك ولدك يتعلم ما يريد، ولكنك تتعصب للمذهب المالكي وتجبره عليه، وما كان مالك نفسه يفعل ذلك. أتذكر كان رحمه الله يقول رأيه ويقول بعده: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. صدق الله العظيم. فليختر لنفسه المذهب الذي يريد، لا أفرض عليه شيئا. أنت أول من يعلم أنه لا خلاف بين مذاهب السنة في الأصول، وإن كان هناك خلاف في بعض الفروع. وددت لو أنك تحادث ولدي محمدا ليعود إلى حلقتك. جئتني قبل شهور لإبعاده، وتجيئني اليوم لأعيده. لولا أن محمدا بمكانة ولدي ما استجبت لك. شكرا لك يا شافعي، شكرا لك. عرفت يا بشر أنك لا تستطيع الهرب؟ ما من سحابة تظل أرضا إلا تحت سلطان. هو يطمع في عفوك يا أمير المؤمنين. لو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء جئت بك. أنت تقول لو عرف الناس مدى حبي للعفو لتقربوا إلي بالذنوب. لقد ارتكب ذنبا أراد أن يتقرب به إليك. بشر يا مولاي هو أول من قال بأن القرآن مخلوق، وجمع الأدلة على ذلك ونشرها بين الناس. أذكر أنني كنت مترددا في هذا القول، وما حسمت الرأي إلا بعدما استمعت إلى أسانيد بشر. فكيف تبدل رأيه إلى النقيض؟ يعلم أمير المؤمنين ما أصاب بشرا بعد موت ابنته مسلمة. طاش عقله، لكنه رجع إلى صوابه وعاد إلى رأيه الأول في أن القرآن مخلوق. أليس كذلك يا بشر؟ أنا لم أعد إلى هذا الرأي ولن أعود، وأنا آسف له
نادم عليه، وأسأل الله أن يغفره لي. لا تزال تعاند وتكابر. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأين الدلائل والأسانيد التي كنت تقولها على خلاف ذلك؟ قال عمر بن الخطاب لأحد قضاته: لا يمنعك رأي قلته في أمر أن ترجع فيه طالما وجدت الصواب في غيره. ولكن الصواب فيما أقول أنا. القرآن مخلوق. أنصحك يا أمير المؤمنين أن ترجع عن مقولتك هذه، وأن لا تعتمد على سلطانك في إعلان ما يغضب الله. تذكر يوما تقف فيه أمام الله وتقول: هلك عني سلطاني. لا يزال الرجل فاقدا صوابا، لقد ذهبت الصدمة بعقله. اتقوا الله واستبعدوا القرآن من محاوراتكم، ولا تكونوا كالذين قال الله فيهم: الذين جعلوا القرآن عضين. هذا آخر ما عندك يا بشر؟ أم تريد فرصة أخرى تراجع فيها نفسك؟ ليت لي فرصة أخرى أعود فيها إلى الماضي لأنزع ما قلته عن القرآن من عقول الذين سمعوه مني. إذن لا فائدة معك. خذوه إلى السجن حتى أنظر في أمره. ما قولك يا شافعي في مسألة خلق القرآن؟ ما لنا بهذه المسألة؟ أما وعدتني أن تمنع الناس من الخوض فيها؟ شافعي، إني أسألك وأنتظر إجابتك. إجابتي أن القرآن كلام الله ولا أزيد. الخليفة المأمون يأمرك بأن تقر أن القرآن مخلوق. لا طاعة للخليفة في معصية الله. شافعي، بوسعي أن أرسلك إليه مقيدا بالأغلال كما فعلت بصاحبك بشر. يفعل الله ما يشاء. ولكني أعرف مكانتك وأقدر علمك، لذا فإن لدي حلا آخر. ماذا لو تركت مصر إلى بلد آخر؟ ولكن عندي في مصر أشغال كثيرة. شافعي، أنت لن تبقى في مصر على أي حال، فأنا لا أستطيع السكوت على عصيانك أوامر الخليفة. ستخرج من مصر برضائك أو رغما عنك. ليس العاقل من يختار بين الخير والشر، ولكن العاقل من يختار أهون الشرين. سوف أترك مصر. صار كل شيء مهيئا لانفصال مصر عن الخلافة. كل ما بقي لديك أن تدعو الناس لمبايعتك حاكما ومبايعة عمران ولدك وليا للعهد. عمران ما يزال صبيا. أطال الله بقاءك حتى يبلغ الرشد، وعليك أيضا أن تطالب خطباء المساجد بالدعاء لك على المنابر. أفعل ذلك إن شاء الله قريبا. عجل ولا تؤجل. أخشى أن يتسرب الأمر للخليفة فيبادر بالقضاء على ما تدبر له. أنا ما أعلمت أحدا بما أنوي سوى جابر. هل كشفته بنواياك؟ نعم يا خالدة، أريده أن يعد جنده لاحتمالات ما قد يحدث. لا بأس لا بأس. على كل حال هو زوج ابنتك بمثابة ولدك. سوف يكون أول صفر موعد إعلان الدولة المستقلة عن الخلافة.
لما التأخير إلى أول صفر؟ الشافعي سوف يترك مصر بعد أيام. هناك علماء آخرون لابد أن أسوي الأمر معهم. بعد خروج الشافعي يبقى علماء المالكية والحنفية، عليك أن ترتب بينهم. مشكلة أني لا أستطيع استرضاء الجانبين معا، لابد من استرضاء طرف على حساب الآخر. عجل ولا تؤجل. غدا إن شاء الله أختار الجانب الأقوى والقادر على مساعدتي. أحسنت بطلبنا إليك، كنا نريد هذا اللقاء منذ وقت. إنما أردت الاطمئنان على المالكية في مصر. المالكية يا سيدي الوالي تتعرض لحرب طاحنة تريد زوالها من مصر. ما هذا الذي تقول؟ الذي أعرفه أن أغلب المصريين على مذهب المالكية. المالكية في قلوب المصريين جميعا، لكن هناك من يرغمهم على استبدالها بمذاهب أخرى. لا شيء في مصر غير المذهب المالكي، وكل ما عداه باطل. هذا ما نقول به، فلا يسمعنا أحد. اخبروني، ما هي المذاهب التي تنافسكم؟ الحنفية والشافعية يا سيدي الوالي. الشافعي انتهى أمره وسوف يغادر مصر خلال أيام. ليت ذلك يكون. أما أصحاب أبي حنيفة فلسوف يأخذون بالمذهب المالكي أو يتركون مصر إلى بلد آخر. أعزك الله وبارك فيك. سوف تنالك بركة الإمام مالك فيسود أمرك ويطول عمرك. لا شيء في مصر يخرج عما جاء به الإمام مالك. أحكام العبادات والمعاملات وأحكام القضاء تلتزم بمذهبه. نحن من جانبنا نقدم لهم ما يقول به الإمام مالك، فقد عشنا معه وعاصرناه سنوات. مالك سيد سادات أهل العلم، ومذهبه يجمع بين الكمال الديني ومراعاة مصالح الناس. على بركة الله يا سيد الوالي، فسوف تجدنا بجانبك نساندك ونؤيدك في كل ما تقول وتفعل.